السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ويلقاكم هذا الفيديو على احسن حال. كيف كتشوفوا في هذا الفيديو ان شاء الله غنحضروا هاد جوج كيكات، مقادير بساط وسهلين، وغنخرجوا منهم جوج كيكات ان شاء الله باذن الله. كيكه كتجي زوينه، كتجي يعني رطبه وهشيشه، ما كتجيش كيف كنقولوا مدقصه، ولا كتجي كتجي حتى خفيفه. والمقادير ديالها ساهلين، مقادير بساط. قلت لكم غادي تشوفوا ان شاء الله معايا المقادير اللي غنخرجوا منهم هاد جوج كيكات هادو. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم، وكيف العاده الا كنتوا اول مره كتشاهدوا هذا الفيديو ما تنساونيش من اللايك ومن الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي ان شاء الله باذن الله. وكنوجه تحيه لكاع الناس اللي كيشاهدوني وكاع الناس اللي يعني تيقولوا لي تعطلتي ما حطيتيش لينا شكرا لكم بزاف بزاف. غير لي ظروف كنت عيانه شويه، داكشي علاش. دابا ان شاء الله غنخليكم مع المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله لهذه الكيكه، فرجه ممتعه ان شاء الله. عندنا في هذه الكيكه هنايا عندنا 5 ديال البيضات، عندنا كاس ونص ديال السنيده، هنايا عندنا نص كاس يعني كاس ونص ديال السنيده، عندنا كاس ونص كذلك ديال الزيت، وعندنا 2 كيسان ديال الحليب، عندنا 4 الخمارات وجوج فاني، و4 الكيسان ديال الدقيق، يعني العبار ديال العنبه نفس العبار ديال الكيسان باش غنعبروا. غادي ناخذ الخلاط الكهربائي ديالنا، غادي نديرو فيه دوك 5 البيضات، وغادي نديرو كاس ونص ديال السنيده، وكذلك غنديرو كاس ونص ديال الزيت. انا غادي نزيد النص، كيف كتشوفوا هنا نص كاس يعني كاس ونص ديال الزيت. وغادي نديرو 2 كيسان ديال الحليب. من هاد الكيكه ساهله وكتخلطوا كلشي في خطره واحده، غير ديما الكاس نفس الكاس باش تعبروا، هو باش تعبروا كلشي. وغادي ندير 2 ساشي ديال الفاني اولا اي نكهه عندكم بغيتو ديروها. وغادي نطحن هذا الشيء كامل، غنطحنو مزيان، نخلطو في الخلاط مزيان حتى يتخلط ليا كلشي. وهانتوما معايا ان شاء الله باذن الله. من بعد ما طحنت كلشي خلطت مزيان، غادي هاد الخليط اللي عندي غنديرو في واحد الاناء، وغادي نخلط غير بالسباتول اولا بالطراب يداوي بطبيعه الحال. باش ديروا كلشي في مولينكس، ديروا الدقيق، ديروا كلشي، ولكن من الاحسن كنفضل انا هاد الطريقه. كتجي على شكل بحال لاجينواس، كتجي خفيفه الا خدمتوها باليد بشويه بشويه. غنبدا نضيف الطحين. هنا قلت لكم 4 الكيسان ديال العنبه، وكيبقى على حسب النوعيه ديال الطحين. انا هنا راه درت 4 الكيسان، انا اصلا كندير 4 ما كنفوتهمش، ولكن هذا النوعيه شويه يعني زدت واحد شويه. نتوما غتشاهدوا معايا كلشي. هنا باش تعرفوا الكيكه يعني كتجي زوينه، خاص هذا الخليط يكون مخدوم مزيان، كتكون فيه بحال، انا غنقرب لكم، كتكون بحال الرغوه، يعني كيكون مخدوم داك البيض والحليب والسنيده والزيت اللي درنا، كتكون مخدومه مزيان. غنبقى نضيف الطحين هكايا، وغادي نبقى نخلط يعني حتى نكمل داك المقادير كلهم اللي عندي ديال الطحين. يعني قلت لكم 4 الكيسان، وغادي نزيد واحد شويه تقريبا واحد 2 معالق هكاك اللي زدت من على هاد 4 الكيسان هادو، زدت واحد 2 معالق هما اللي زدت، لان الطحين ما تيشربش هاد النوعيه دي، طحت فيها شويه. اما النوعيه اللي كنجيب 4 الكيسان ما كنفوتهمش صراحه. غادي نكمل ان شاء الله الخلط ديال هاد الكيكه، وهانتوما معايا ان شاء الله باذن الله. هنايا غادي نضيف 4 ديال الخمارات. يعني هاد الكيكه كتبقى اقتصاديه وزوينه، يعني كان 5 البيضات غنخرجوا منهم 2 كيكات. كنوعوا على حسب كل والرغبه ديالو، كل شنو بغى. انا درت هنايا النصف درت فيه الكاكاو، والنصف خليته عادي كيف شفتوا معايا في اول الصوره. غادي نبقى مستمره هكا في الخلط حتى نكمل الخلط ديال الكيكه مزيان يدخل فيها داك الطحين كامل. وهانتوما معانا.
الكيكه من بعد ما خلطتها مزيان هنايا لقيتها بانها خفيفه، يعني انا زدت هنايا غير بيدي تقريبا 2 معالق ديال الطحين اللي عاودت زدت ليها لان لقيتها باقا خفيفه شويه. يعني بالعبار 4 الكيسان العنبه و2 معالق الا كانت خفيفه، اما الا جاتكم هي هذيك 4 الكيسان ما تفوتوهمش فيها. وغادي نكمل التخلاط ديالي ان شاء الله، وغادي نقسمها النص غندير فيه الكاكاو والنص غادي نخليه عادي كيف كتشاهدوا ان شاء الله باذن الله. كيف كتشوفوا هنا من بعد ما كملت غادي نجيب المول اللي غادي نديرها فيه. انا عندي هنايا المول عندي نفس العبار كيف هذا كيف الاخر اللي غادي ندير معكم مازال، يعني عندي 2 مولات نفس القياس نفس الشكل. غادي ندير النص ديال الخليط في هذا المول الاول. يعني حاولوا توازيو شويه. انا راه هذا الخليط هذه الكيكه الاولى ضفت يعني زدت شويه في العبار، ما درتش يعني عبار متوازي. كثرت في هذه والاخرى نقصت منها شويه. يعني بغيتو يجيوكم قادين حاولوا تقسموهم في شي حاجه باش يجيكم العبار هو هذاك. هنا انا كنحيد هاد الجناب، يعني حتى هادو ما كيخليوش. كاين بعض الناس اللي ما كطلعش لهم كيكه بسبب هاد القضيه هادي. يعني الا جاتكم الجناب فيهم الكيكه حاولوا تمسحوها بيديكم. الكيكه الاولى غادي نديرها الطيب بما درت الكاكاو في الكيكه الثانيه كيف كتشوفوا معايا ان شاء الله. الخليط اللي يبقى لي هنا غادي نضيف ليه الكاكاو. غندير واحد معلقه اولا 2 معالق على حسب اللي بغيتو باش تكون كحله بزاف. يعني كاين اللي كيبغي داك اللون خفيف، كاين اللي كيبغي غامق كيكثر من الكاكاو. انا هنايا درت 1.5 معلقه حيت هذا الكاكاو هذا يعني كيجي يعطي اللون مجهد. وغادي نخلط وكذلك حتى هو غنديرو في المول الاخر نخلطها مزيان. وغادي نجيب المول غنكون دهنته بالزيت او الزبده وغادي نرشه بالكاكاو باش يجيني يعني ما تجيش فيه هذاك الدقيق من اللور بزاف ابيض. كنرشها بالكاكاو. هنا المول ديالي من بعد ما دهنته ورشيته بالكاكاو كيف شفتوا. كيف قلت لكم انا عندي 2 في نفس الحجم. غادي نفرغ فيه هذا الخليط الاخر ديال الكيكه وغادي ندخلها للفران كذلك كيف العاده كيف معروفه على الكيكه 180 درجه في الفران ونخليها حتى تطيب ان شاء الله. وغادي نتلاقاو تشوفوا الطريقه ديال التزيين. نخليكم مع باقي المراحل ومن يطيب ان شاء الله نتلاقاو. الكيكه ديالنا من بعد ما طابت كيف كتشوفوا انا حيدتها من المول. كتجي كيف كتشوفوا كتجي خفيفه. كتجي هشيشه يعني كتجي بحال لاجينواز ما كتجيش مدقصه ولا. وحتى في المذاق كتجي بنينه. كنتمنى تجربوها وكذلك اقتصاديه.
هنايا هذا الكاكاو شرا ماشي حراق، هذا غير الكاكاو اللي لصق ليا فيها بزاف. كيف كتشوفوا يعني كتبقى اقتصاديه قلت لكم، وتصلح للكيك اليومي ديروها للوليدات المدرسه اولا بالمناسبه ديال ذكرى المولد النبوي اولا اي مناسبه ماشي بالضبط، ولا حتى الا بغيتو ديروا حتى شي مشروع يعني البيع، راه اقتصاديه وفيها الربح مزيان. لان القوام اللي فيها قليل وكتخرج لك جوج كيكات وتبيعها بواحد الثمن مناسب، يعني كل يدير اللي عجبو. هنا غادي نزين بشويه ديال الشوكولات، انا هنايا درت شويه ديال الحليب والكاكاو ودوزت معاهم شويه الشوكولات، وغنرشها بالفيرميسيل من الفوق. يعني التزيين كيبقى على حسب الرغبه، كل واحد يزين باللي بغى، اللي بغى يدير دانون ديال الشوكولات اولا اللي بغى يدير حتى دانون العادي الابيض كيزيد معاه الشوكولات ابيض وكيديرو حتى هو كيجي زوين. يعني طرق التزيين كلها وحسب الرغبه ديالو، كل حسب الكانه ديالو وحسب الموجود عاوتاني. غادي نكمل التزيين ديال هذه حتى هي، نرشها قلت لكم بالفيرميسيل. عاد غادي ندوز للتزيين ديال الكيكه الثانيه. هنا الكيكه الثانيه غندهنها بالناباج اولا الكونفيتور كلها على حسب اللي عندكم. انا هنا عندي الناباج دهنتو بها، وغادي ندير لها شويه ديال الكوك وغندير لها شويه ديال الكاكاو ايفيلي. غنزين نصف بالكوك والنصف بكاكاو ايفيلي لان ولدي ما تيبغيش ليا الكيكه ديال الكوك، داكشي علاش درت النص فيه الكوك والنص فيه كاكاو ايفيلي، كل ياكل اللي عجبو. غادي نكمل التزيين ديالها كيف كتشاهدوا، ونتلاقاو في طبق التقديم ان شاء الله باذن الله. الكيكه ديالنا من بعد ما وجدات، بعد ما زينتها كيف كتشوفوا، يعني قلت لكم مقادير اقتصاديه كتخرجوا منها جوج كيكات لاي مناسبه ولا لوليدات المدرسه ولا باش تمشيو عند شي حد اولا ديروها قلت لكم حتى شي مشروع، علاش لا. كنتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. هذا هو الفيديو ديال اليوم، هذه هي كيكه اللي صاوبت معكم، نتمنى تعجبكم وتجربوها ان شاء الله، راه كتصدق وكتجي زوينه، يعني غير جربوها ما غاديش ندموا عليها. كي شفتوا في اول الفيديو اللي قطعتها معكم راه كتجي يعني كتجي رطبه، ما كتجيش قاصحه، ما كتجيش مدقصه، كتجي هشيشه، كتجي رطبه، كتجي حتى المذاق فيها بنين. الصراحه هادشي غادي نقول لكم، كنتمنى تعجبكم، وما تنساونيش من لي لايك كيف العاده ومن التعليقات الزوينه ديالكم. كنشكركم واحد بواحد. كنشكر الناس اللي دخلوا جداد للقناه ديالي وشكروني يعني مباشره، كيف تلاقيت معاهم وعجباتهم القناه ديالي وشحال واحد شكر ليا شحال من وصفه. كنوجه لكم تحيه من هذا الفيديو هذا، الا كنتو كتشاهدوا كنوجه لكم تحيه بزاف. شكرا على الاشتراك ديالكم في القناه ديالي، ما تنساونيش من اللايك، ما تنساونيش من التعليق، وما تنساوش البارطاج باش يوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن ان شاء الله باذن الله. وكنخلي اش غنقول لكم، يعني كلمات الشكر قليله في حقكم، وخصوصا ملي كتلاقاي مع شي حد وتيقول لك راني جربت هذه الوصفه وصدقات ليا وعجباتني، ويعني كتحسي بواحد واش هذا الاحساس، كيفاش غنقول لكم كيفاش داير، احساس غريب. انا خليت لكم الراحه، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله، ودعواتكم ليا بالشفاء. كنشكركم بزاف ومع السلامه.